محمود كان بيدور على عربية مستعملة، ولما لقى واحدة سعرها رخيص ما صدقش نفسه. صاحبها كان واضح عليه إنه مستعجل على بيعها، وقال له: أصلي محتاج فلوس، خدها وانت الكسبان. وبالفعل اشتراها محمود، لكنه أول ما ركبها شم ريحة دخان غريبة، كأن حد كان مولع فيها قبل كده، لكنه مهتمش. وفي ليلة وهو سايق لمح في المراية الخلفية شخص قاعد على الكرسي اللي وراه. لف بسرعة، لكنه لقى الكرسي فاضي. بدأ يتوتر، لكنه حاول يقنع نفسه إنها مجرد تهيؤات من التعب. وبعدها بأيام بقى يسمع أصوات مكتومة طالعة من الشنطة، زي خبط أو أنين. ولما بيفتحها كان بيلاقيها فاضية. وفي ليلة وهو سايق العربية وقفت فجأة في نص الطريق. حاول إنه يشغلها كتير، لكن الموتور كان ساكت. وفجأة الإزاز اتغطى بالبخار، وبدأت تظهر آثار صوابع بالدم بتكتب ببطء جملة: انت اللي بعدي. محمود اتجمد في مكانه، وقلبه بدأ يدق بسرعة، وحس بنفس بارد بيقرب من رقبته. حاول يفتح الباب علشان يهرب، لكنه لقى الأبواب مقفولة من جوه وكأنها متقفلة بسلاسل. وآخر حاجة شافها في المراية الخلفية كانت وش راكب غريب قاعد وراه، عيونه سودة وابتسامته واسعة. وتاني يوم الناس لقت العربية واقفة في نص الطريق فاضية، بس على كرسي السواق كان فيه بقعة دم كبيرة. ومحدش شاف محمود تاني.